بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي مشاهدين صفحة وقناة مشروعي، أهلا بحضراتكم، أهلا بكل المشاهدين من كل مكان. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن 17 نصيحة لكل مبتدئ في تربية الحمام، والكل غاوي لو عمل بيها هيبقى محترف في تربية الحمام، وهيقدر ينتج أضعاف الحمام اللي كان بينتجه لو عمل اللي أنا هقول عليه في الفيديو بالظبط، وهيكسب مكاسب كبيرة جدا منه. اول حاجه يا جماعه، اتمنى ان كل واحد يجيب ورقه وقلم ويكتب معايا اللي هقوله بالظبط، عشان مفيش حاجه ان هي تعديه. واتمنى طبعا بعد ما يشوف الفيديو لو عجبه ان يشيره عشان يوصل لكل واحد محتاجه، وتدعموني بلايك علشان اقدر استمر معاكم في النوعيه دي من الفيديوهات. اول نصيحه، وهي لو حابب انك تشتري حمام شغال، ما تشتريش من الاسواق، لان طبعا بيكون يا اما عجوز او في عيب، زي ان الحمام زائد ان الحمام ممكن بيكون بيبيض بيضه واحده، او الحمام بيبيض بيض وما بيردش عليه، او ان يكون بيض الحمام بيطلع رايق. وممكن لو حابب تشتري حمام شغال اشتري من اي حد موثوق فيه. تاني حاجة، وهي لابد دايما من وجود في مكان التربية لكل جوز حمام اكتر من عين، لان طبعا الحمام بيكون بيض في عين، وفي العين التانية بيكون الذكر حاجزها، علشان لما يطلع الزغاليل بيبدأ ان يبيض بعد 20 يوم في العين التانية. فتوفر عدد اكتر من عدد الحمام الموجود في المكان بنسبة 1 إلى 2، علشان طبعا الحمام بتاعك ما يبيضش في الارض او يحصل شجار مع الحمام وبالتالي يكسر البيض الموجود. تالت حاجة، وهي بتكون بالنسبة للأكل بتاع الحمام، وهي إنك تعمل تشكيلة أكل الحمام، وهي تكون على الأقل 3 حبوب أو أكتر. مكون أساسي طبعا بيكون الذرة العوجة، ده أساسي، وبيكون معاه قمح وذرة صفراء أو فول أو بسلة طبعا الموجود عندك. ده طبعا بيكون بنسب مختلفة. يعني لو حطيت 5 كيلو ذرة عوجة اللي هي الذرة الرفيعة، ممكن انك تحط عليها نص كيلو فول او بسله، زائد نص كيلو قمح، زائد نص كيلو ذره صفراء. رابع حاجه، وهي انك تبعد في اكل الحمام عن الذره الشاميه البيضاء، لان دي طبعا بتربي دهون في الحمام، ومع الوقت بتخلي الحمام يليس ويقطع بيض. فانت في غنى عن الكلام ده، خليك مع الذره الاصفر والذره العوجه. خامس حاجه، وهي لو عندك شبابيك في الشتاء، لابد من غلق الشبابيك دي، خاصة لو كان الهواء بتاعها بحري، لأن التيارات بتاعت الهواء دي بتتسبب في أمراض الحمام زي نزلات البرد. سادس حاجة، وهي طبعا لابد من تغيير المية قدام الحمام باستمرار يوميا، عشان تحافظ عليه من النزلات المعوية، لأن لو المية مش نظيفة نتيجة مخلفات الحمام بتتسبب في مشاكل كتير مع الحمام، زي ما أنا قلت: نزلات معوية، وضعف في نمو الزغاليل، واحيانا موت الزغاليل، لانه طبعا بيكون لها مناعه ضعيفه. سابع حاجه، وهي ان لابد طبعا من مواعيد مخصصه لاكل الحمام، وانسب ميعاد لاكل الحمام بيكون دايما بعد الفجر وبعد العصر، وبعد طبعا ما الحمام بياكل بتشيل الاكل من قدامه. وده طبعا لعده اسباب، اهمها ان الاكل ما يتلوث نتيجه مخلفات الحمام، وبالتالي بتتجنب النزلات المعويه. تاني سبب، وهو ان لما بتحط الاكل قدام الحمام في اوقات معينه، الحمام بياكل بقوه وبياكل كويس جدا، وبالتالي بيزغط الزغاليل كويس جدا، فالزغاليل بيجيب معاك نتيجه كويسه في اقصر وقت ممكن. تامن حاجه يا جماعه، وهي ان في بعض الناس بتاكل الحمام حبوب مكسره زي الدشيشه او حبوب الشعير، وده طبعا بيكون غلط جدا على الزغاليل، لان الزغاليل بيكون ليها معده رقيقه جدا مثل ورقه السجاره. فطبعا الحبوب المكسرة من الدشيشة وبعض الحبوب مثل الشعير بتعمل على جرح أمعاء الزغاليل، وبتأثر على نموها بشكل ملحوظ، وأحيانا الزغاليل بتموت لأنها بترفض الأكل من الأم، وده طبعا لأن المعدة عندها فيها مشاكل. تاسع حاجة، وهي إن في بعض المربيين لما بتحب إن هي تزود عدد الحمام، فبيربي الحمام اللي لونه كويس، يعني بيشوف الحمامة كده شكلها حلو عجبته فبيربيها، وده طبعا بيكون غلط جدا، لان الحمامه دي ممكن يكون ليها مواصفات مش كويسه، زي مثلا الحمامه الام مش حنينه، فبتبدا تاخد الخصائص دي من الام، او يكون الزغلول ضعيف، فبالتالي ممكن يبقى في مثلا مشاكل وراثيه في الام نفسها او الاب، زي مثلا ان البيض يطلع بيضه رايقه او بيضه تفقس، او الحمامه بتغيب على ما تبيض. فالحاجات دي كلها عوامل المفروض الواحد يلاحظها قبل ما يربي الزغاليل دي، يربيها عشان شكلها حلو، يشوف الام والاب شكلهم ايه. فطبعا المفروض ان اي واحد بيحب ان يربي زغاليل زي كده
لابد من انتقاء الزغلول على حسب حجم والسلالة الموجودة، بناء حجم كويس وسلالة تكون سلالة جيدة. 10 حاجة، وهي طبعا عدم إعطاء الحمام أي مضاد حيوي لأي سبب من الأسباب، لأن ده طبعا بيضعف مناعة الحمام، إلا في ظروف طارئة أوي، لو خلاص الفرد عندك هيموت أو الحمام عندك هتموت، غير كده ما تديش مضاد حيوي نهائيا. الحاجة ال11، وهي طبعا لابد من إعطاء الحمام جرعة ديدان على الأقل كل 3 شهور، عشان طبعا تنظف معدة الحمام من الديدان لو موجودة فيه. وطبعا بتخلي فرد الحمام باستمرار صحته كويسة. وانا هتكلم معاكم في الجزء ده مخصوص بالتفصيل في فيديوهات جايه ان شاء الله. الحاجه ال12 يا جماعه، وهي لابد من اعطاء الحمام كالسيوم كل اسبوع، وده طبعا عشان يستمر في انتاج البيض وما يقفش، وده بيكون عن طريق وضع صدف مكسر على اكل الحمام، او وضع جير مطفي على اكل الحمام لتعويض الكالسيوم باستمرار. وان يكون مكان المعد لتربيه الحمام يكون مكان جيد التهويه وبيخش فيه الشمس باستمرار. الحاجة ال13، وهي لابد طبعا من وضع تهدئ على أكل الحمام عشان يعمل على رفع المناعة للحمام وتحسين الهضم. والموضوع ده بالذات أنا اتكلمت عليه قبل كده في فيديو بالتفصيل. هسيب لكم رابط الفيديو في علامة الآي أعلى الفيديو أو أسفل الفيديو في التعليقات. الحاجة ال14، وهي عند إطلاق عدد من الزغاليل للتربية وزيادة أعداد الحمام، لابد طبعا من اختيار الوقت المناسب، يعني ما يكونش فيه تقلبات للجو، يكون مثلا فيه دخول صيف او دخول شتاء، والجو غير مستقر. يا اما تبدا انك تربي الحمام ده في الصيف، يا اما تبدا انك تطلق تربيه الحمام في الشتاء، وده طبعا لتجنب موت الحمام اللي انت بتربيه جديد، لان بيكون مناعته ضعيفه مع تقلبات الجو، فيبدا يحصل له مشاكل صحيه. الحاجه ال15، وهي الحفاظ باستمرار على نظافه مكان التربيه ونظافه الحشوش، ده طبعا عشان تتجنب بعض الامراض مثل مرض الجدري اللي بيصيب الحمام، وتجنب وجود حشرات في العشوش، لانها في بعض الحشرات منها بتمتص دم الزغاليل وبتعمل على ضعف الزغاليل وبعدين موتها. الحاجه ال16 يا جماعه، وهي تطهير العشوش باستمرار بعد قطف الزغاليل، عن طريق طبعا اخراج المخلفات الموجوده في العشوش باستمرار، وبعدها بتبدا انك تطهر العشوش دي عن طريق بخاخه بترش بيها ميه بكلور، دي طبعا بتعمل على قتل الحشرات والطفيليات الموجوده في المكان. الحاجه ال17، وهي اعطاء الحمام اي حبوب بيكون عليها بودره بيضاء بتاعت الحشرات، لانها بتاثر تاثير سلبي على الحمام. ومعلش بقى يا جماعه لو كنت طولت عليكم شويه في الفيديو ده، لان طبعا كنت عايز اقول لكم على الحاجات كلها، طبعا في حاجات كتير هتكلم فيها ان شاء الله في فيديوهات تانية. لو لقيت فيه تفاعلات على الفيديو وان شاء الله اتمنى ان يكون الفيديو قد حاز اعجابكم، واتمنى لو عجبكم يا ريت تشيروه عشان يوصل لاكبر عدد ممكن وكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تمنيات الجميع بالنجاح والتوفيق.